غلطة عمري، وبجد بجد ندمانة ان انا عملت كده بس بعد فوات الاوان هعمل ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. انا البوتاجاز بتاعي كان قديم، وقلت اشتري واحد جديد. نزلت السوق ادور على بوتاجازات جديدة، لقيت الاسعار نار، والموديلات كل موديل لازم الاقي فيه عيب. انا بوتاجازي كريازي، هو قديم صحيح بس كريازي من الاصل، يعني بقاله معايا اكتر من 25 سنة ما ودوش الصيانة ولا مرة. فالستاند ده كان اتطبق وباظ، وكانت العيون دي باظت ومقت زي ما كنتوا شايفينها، بقى الواحد بقى عمال يدعك فيها. وزراير بقى البوتاجاز كانت باظت خالص وفوتت، ما بقتش فيها درجات. فقلت ايه انا اعمل ايه دلوقتي؟ اشتري واحد جديد وامر الله. بعد ما لقيت الاسعار غاليه دخلت نكشت بقى على النت، قلت يمكن الاقي ايه صيانه كريازي. دخلت على صيانة كريازي، لقيت شركة مكتوب عليها ان هي بتعمل صيانة كاملة وقطع غيار كاملة للبوتاجاز. وقلت خير وبركة، اعمل له صيانة واشوف مهما اتكلف مش هيتكلف قد البوتاجاز الجديد، وهيرجع لي بوتاجاز جديد تاني. وفي نفس الوقت انا عارفاه وعارفة امكانياته، وما شاء الله يعني شغال معايا بقاله سنين وسنين، وما اعترضش لغاية ما جبت الصيانة. كان الاشعال بتاعه كان شغال، بس كان تآكل، الحاجات دي كانت تآكلت. فقلت ايه اجيبه الصيانه واشوف هيقول لي ايه. فلما جبت على الصيانه بقى الفني، لما كشف عليه راح قايل لي ده عايز ستاند وعايز عيون وعايز اشعال وزراير. قلت له شوف اللي انت عايزه، عايز يتعمل فيه واعمله مفيش مشكله. والستاند بتاعي ده كان نزل عليه مواد تنظيف، كنت بنضف الشفاط من فوق، او جبت واحد ينضفهولي، راح واقف على الستاند طبقه وراح منزل المواد اللي بتنضف دي على الستانلس، فالستانلس اتطفى خالص. فقلت له لا انا عايزه بقى تغير لي الوش الستانلس ده كمان، وتغير لي الستاندات دي، وتجيب لي حاجات اصليه طالما انت عندك الاصلي. راح قال لي اوكي تمام، هاخد لك البوتاجاز كله عندنا في المصنع. هعمل بقى فيه ايه؟ هيغير لي الفيشه، لان الفيشه كانت قصيره ومتاكله. الفيشه ورا اهي، جاب لي فيشه طويله خالص ما شاء الله عليها يعني. والمفروض يعني هيغير لي كل حاجه، وهيغسل لي البوتاجاز من جوه ومن بره. طبعا البوتاجاز قديم، فكان محتاج ان هو يتنضف تنظيف في شركه. راح اخده وقعد اسبوع كامل. قلت بيجددهولي، قلت الحمد لله هيرجع بقى. رجع البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، الوش ما شاء الله عليه. اجي بقى اول حاجه ابص، راح قايل لي بصي معلش دول اتمسحوا لما جينا فتحنا، دي كانت مكسوره وغيرها لي الازاز ده. قال لي لما جينا اول حاجه بقى، اول البلاوي اهي، جينا نمسح ننضف من جوه، فالحاجات اللي هي دي اتمسحت، فاحنا اسفين فما كملناش تنظيفه من جوه، فاحنا ما نضفناهوش. احنا اخرنا بس ايه، غيرنا لك الازاز. طب تمام مفيش مشكله. المهم الفرن اشتغل والحمد لله، والزراير بقت مظبوطه تمام التمام. الزراير دي غيرها لي. بصوا الزرار ده طالع لبره ازاي. نقول له طب الزرار ده طالع لبره ليه كده؟ قال مش عارف جه يعملوا كده. المهم قلت له خلاص سيبه مفيش مشكله. جيت بصوا بقى، بصوا مواد التنظيف بتاعته عملت لي فيه ايه. انا اللي كنت مغيره البوتاجاز عشان خاطر الستاند اللي فوق الستانلس اللي فوق ده اتطفى. كل الستانلس بتاع البوتاجاز اتدمر. ندمت ان بصوا التنظيف زي ما هو، يعني انا كنت بنضفه اكتر من كده. بصوا كل الستانلس اتاكل. بصوا من هنا عمل ازاي، ومن هنا بصوا. بصوا منظر البوتاجاز بقى عامل ازاي. استغفر الله العظيم يا رب. كان في حته صدى من تحت هنا، في بارومه هنا دهنها لي. بصوا اللون مختلف ازاي. قال لي احنا هننضفهولك من جوه ومن بره وهنخليهولك كانه جديد بالظبط. وقلت له مفيش مشكله. عايز كام؟ قال لي كل حاجه لوحدها بسعر، ولو هتعمليه كله على بعضه بسعر تاني. قلت له خلاص اعمله ايه، ضمان كامل شامل كامل، شوف كل حاجه ناقصه فيه اعملهولي. قال لي خلاص. وبعد كده راح واخده. والمفروض كان لسه في الفرن جوه هيفتح لي الازاز ده، انتوا شايفين. بصوا ده كده متنضف بالذمه. بصوا المنظر، ولا كانه اخده ولا فتحه. بصوا بنفس الشحم اللي فيه اهو. بس كل اللي عمله لي حط لي مواد تنظيف. بصوا بوظ لي كل حاجه فيه من جوه باظت. بصوا منظر الستانلس بتاعه، كل الستانلس باظ تماما. ومن جوه بصوا عمل ازاي. قلت حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا كنتوا اخدينه احسن من كده. والصاجه من تحت دي كانت مايله اهي، زي ما هي مايله مفيش حاجه اتعدلت. بتطلع لي الصواني ملوحه. قلت له دي ملوحه. قال لي احنا عملناها على قد ما نقدر، وحتى لو حطينا لك واحده جديده هتبص تلاقيها الحراره هتخليها تميل برده مفيش فايده مش هتتعدل، فخساره تدفعي في حاجه جديده. بصوا من جوه عمل ازاي كله.
انا مش عارفه الصوره واضحه ولا لا، حاجه تقهر تقهر تقهر. وفوق كل ده اخد مني 4500 جنيه، وقال عامل لي واجب كمان. التايمر قال لي لا ما عندناش تايمر والله ومش عارفه ايه، حتى الزرار بتاع التايمر ما اتغيرش اصلا. بصوا غير لي الزراير دي كلها، وزراير ده الزراير التايمر ده ما اتغيرش اصلا. بصوا مطفي ازاي زي ما هو. قلت له طب انا لسه مغيره الزراير اصلا كلها، انت غيرت لي الزراير، طب ما كنت اعملي بقى نفس الطقم. قال لي حاضر عينيا الاتنين، بس كده هجيب لك واحد تاني. قلت له ماشي. وبعد كده بصوا الاشعال، تيجي تشغلي الاشعال مفيش حاجه عايزه تشتغل. يا عم يهديك يرضيك، يا عم يهديك يرضيك، مفيش. ده تقعد تك 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 تك. بصوا لما اعصابي تعبت الحمد لله في واحد اشتغل. بصوا فين دول شغالين ودول مش شغالين. بصوا قلت له خلاص طب ايه الحل ايه دلوقتي، انت هتجيب لي الزرار وتيجي؟ قال لي اه هجيبهولك عينيا الاتنين، بس كده. اه وفي الجلده بتاعت الفرن دي، الجلده دي غيرها لي بعد ما كان الفرن بيقفل حلو. الجلده دي تخينه فالفرن ما بيقفلش حلو، فتلاقي الزرار دي بتسخن بتولع. لو جدع تمسكي الزرار بقى طول ما الفرن ده شغال، الزرار دي كلها بتسخن بتولع. فوق كل ده وده بصوا الستاند ده عامل ازاي، يعني انا جايبه لكم حاجه شفافه عشان تبين. بصوا شايفين؟ قلت له لا بقى الا ده هيوقع لي الحله، لما كل ما احط حله تتزحلق عليا وتقع. ما انا كنت بعمل كل ده ليه؟ عشان خاطر تغير لي وتاخد الالوفات دي كلها وعلى الفاضي. قال لي حاضر عينيا بس كده. اتصل بيه تاني يقول لي جاي وما يجيش، اتصل بيه جاي وما يجيش، اتصل بيه انا اسف انا اسف. بقالي 10 ايام ابعت لهم على الجروب وابقى اتصل بيهم بالتليفونات، ما في حد معبرني خالص. خلي كل قطع الغيار اللي طلعت دي اللي اتغيرت خدوها. قالوا عشان الضمان، في ضمان 3 شهور. العيون دي والله كانت لسه جديده، كنت لسه شاريها جديد، بس ما كانش الاصلي بتاعت البوتاجاز، فقلت له مش مشكله غيرها. الزراير دي قلت له مش مشكله غيرها. الاشعال كان شغال برضو، بس قلت له طب ما هتعمل طقم جديد غيرها. كل حاجه قلت له مش مشكله غيرها، المهم ترجع لي بوتاجاز جديد تاني زي ما كان. وبعد كل ده خدوا كل القطع الغيار، وعلشان الضمان 3 شهور ولا عايزين يعبروني من اول اسبوع. قلت له الستاند بايظ، قلت له التايمر ما تصلحش، قلت له الاشعال مش كله شغال، قلت له بوظت لي الستانلس بتاع البوتاجاز كله، حرام عليكم. ولا حد معبرني اصلا. طب ما خدوا الفلوس اختفوا، ولا حد حس ولا خبر حد عايز يعبرني. فقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وقلت والله لازم انبه الناس. وهوريكم دلوقتي الفاتوره وهوريكم اسم الشركه عشان تاخدوا بالكم، علشان خاطر الخطا اللي انا وقعت فيه محدش يقع فيه. 4500 جنيه كنت اشتريت بوتاجاز جديد وامري لله. وحسبي الله ونعم الوكيل، والله ما مسامحهم. انا بدعي عليهم ليل ونهار واقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لان الفلوس دي احنا ما بنجيبهاش من الهوا، وربنا العالم الواحد عالم الواحد بيجيب الفلوس دي ازاي. فنصيحة لكم محدش ينساق ورا شركات الصيانة ويصدق كلامهم، والكلام الفاضي ده كله محدش هيعبركم بعد ما بيمشوا من قدامكم، محدش بيسأل فيكم بعد كده. وخدوا بالكم، الجديد جديد مهما كان والقديم قديم مهما اتجدد. ويا رب اكون فدتكم، وان شاء الله هحط لكم صورة الفاتورة والسعر وتشوفوا اسم الشركة واسم المندوب الفني وتنتبهوا، وربنا معانا جميعا. واشوفكم فيديو جديد، ويا رب اكون فدتكم. بس حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك عشان الفيديو ينتشر والكل يشوفه ويستفاد منه. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.